مساء النور، مساء الفل على احلى مشتركات. حبيبه قلبي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. قبل ما نبداو لا فيديو ما ننساوش نصلي ونسلموا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شوفوا حبوباتي، جيتكم كيما راكم تشوفوا بوصفه تاع هذا المطلوع اللي كنت انا حشيته. الوصفه تاع الخبز تاعو يجي خفيفه ريشه. هاي نبداو مع بعضنا. شوفوا وش فيه 4 كيسان تاع فرينه. هذه الوصفه ديالكم 6 خبزات، يعني الله يبارك، خبيزات صغار. درت لهم ملعقه ونص تاع خميره تاع الخبز وملعقه تاع سكر. عندي 3 مغارف تاع زيت، وعندنا ملعقه تاع ياغورت ناتور. نحط هذوك 4 كيسان تاع الفرينه، نزيد عليهم الخميره والسكر، ونزيد عليهم 2 مغارف هكذا صغار تاع ملح، حطهم بجيه، متحطهمش فوق الخميره. ونزيدو عليهم هذوك 3 مغارف تاع الزيت وملعقه تاع ياغورت ناتور. هنا انا برك الياغورت هو طلق روحو، يعني باسكو يكون كان بارد كنت سخنته شويه في الميكرووند. كيما هكذا بهذه الطريقه ونخلطوا كلش مع بعض. شوفوا ديروا كلش على ضربه، ومن بعد نزيدوا عليهم الماء هو يديلكم 2 كيسان. 4 كيسان تاع فرينه يديلكم 2 كيسان تاع ماء، باسكو يجي طري ما يجيش حاكم اروحو. وانتم ديروها بشوي، حنا زدناهم غير بشويه او ميم طون نلموه هكذا. العجينه اللي قلت لكم تجي عجينه طريه باه يجيكم خفيف ريشه ريشه، يعني اللي تخاف من المطلوع ولا دير هذا تاع الفرينه هكذا يجيها خفيف ريشه. كنت انا درتهم مطلوعات صغار وحشيتهم. الحشو ثاني جا بزاف بنين، يعني هكذا هذا الوصفه تقدروا ديروها هكذا للعشاء ولا لوليداتكم، على بالي دوك يبداو في الاختبارات ومن نفرحوهم. نشوفوا بعد ما تلموه هكذا يجي طري، تغطيوه وتخليوه يخمر. المره الاولى هذه المره الاولى خليوه يخمر شويه، ومن بعد ما يخمر نعاودو نزيدو نهبطوه. شوفوا هنا وخمر، نعاودو نزيدو نهبطوه ونزيدو نضربوه. شوفوا كيفاش تضربوه هكذا بشويه، ديروا له هكذا بهذا الشكل، طلعوه وهبطوا زعما ضربوه من تحت هكذا. يعني هاي واضحه معكم، مش بزاف، حوالي دقيقة ولا برك ضربوه هكذا حوالي دقيقة. شوفوا كيفاه يزيد يرطب، وتزيدوا تغطيوه وتزيدوا تخليوه يخمر. هذا الخمر زيدوا يخليوه يخمر مليح حتى يضاعف الحجم تاعو مليح مليح. بعد شوفوا مكان عاود زاد خمر. دوكا رايحين نجيو كيما نقولوا نقسموه غير بشويه هكذا. عاونوا رواحكم بالفارينه ونجيو نقسموه. قلت لكم انا كان داير لي 6 خبزات، يعني جا الحجم تاعهم مليح. تقدروا نتوما تزيدوا تقسموه، حبيتوا يعني الخبزات صغار بزاف تقدروا ديروا حتى 8 خبزات، يعني هكذا واحده تشبع هكذا بهذا الشكل. ومن بعد نديرو فوطه هكذا، درت لها شويه تاع فرينه باسكو قلت لكم العجينه راهي خفيفه بزاف. نفرشوا لها هكذا شوي فرينه ونحطوا الخبزات تاعنا ونزيدوا نغطيو عليهم ونخليوهم حوالي 5 دقائق قسم ما يطلقوا رواحهم ويستراحوا. ومن بعد نجيو نفتحوه. حلوها البنات رقيق، ما تحلوهش خشين باسكو رانا رايحين نحلوه ونحشيوه. انا حليتهم رقيق، يعني حلوهم رقيق ما خليناهمش اخشين. وتقعدوا كل مره قلبوه هكذا ونزيدوا نغطيوه نخليوه يخمر ومن بعد نطيبوه. هنا في الوقت اللي كان هو عاود زاد يخمر شويه، ما نطولوش عليه، يسمى واحد 5 دقائق 10 دقائق. تجي هنا نوجد الحشو. هنا حكمت درت كامل تاع الدجاج قطعته شرائح. بالنسبه لي زيبيس درت شويه تاع ثوم، كركم، فلفل كحل، شويه تاع كمون، وشويه تاع كمون نديرو شويه برك، والكزبر. شوفوا نحطوا هذاك. قلت لكم الدجاج كنت قصيته شرائح. نزيدو عليه لي زيبيس اللي قلت لكم هما كركم، فلفل كحل، شويه تاع كزبر وشويه من راس الحانوت والثوم. هنا كنت حطيت لكم الثوم يعني مجفف، ولا نتوما ديروا خير وحده برك من الزوج. نكملوا هذاك الياغورت ناتور اللي قاعد لنا. نزيدو الهريسه يعني اختياريه. نزيدوا له ملعقه صغيره هكذا تاع لا موطارد، على بالنا نعرفوا لا موطارد تمشي مليح في هذا
الحشوات ولا لي ماريناد هكذا، تجيب فيهم بنينه، تزيد لهم في البنه وزدت لهم كيما نقولوا عصره تاع القارص، ونزيد لهم ملعقه هكذا تاع زيت وزوج ملاعق تاع زيت، نخلطوهم ونخليوهم يستراحوا. انني كنت يسمى الوقت اللي كان الخبز يخمر كنت نوجد في الحجم برك شني خليت لكم الخبز، خليتكم مراحل تاعو مع ورا بعضهم به يعني تكون وصفه مفهومه. من بعد نروحوا حبيباتي نطيبوا الخبز ونطيبوا يعني المقطع اللي كنت نطيب فيه في الخبز ما على باليش اسكو كنت نصور حتى روحي نصور وانا ما كنتش نصور، والله ما لقيتو هذاك المقطع. المهم دوك نشوفوا النتيجه تاع الخبز تاعنا كيفاه. سخنوا نتوما الطاجين تاعكم مليح، طيبوه ومن بعد نشوفوا النتيجه. هنا نجيو للدجاج تاعنا، نسخنوا المقله ثاني نطيبوه كيما راكم تشوفوا طيبته. ومن بعد ما نشوفوا يعني تخلوا الطياب هكذا ما بقالوش بزاف، نجبدوه هو بجيه في نفس المقله، ونجيب قصيت حبه تاع طماطم هكذا مربعات صغيره، يعني برك على الطرف هكذا تقدروا تجبدوا المقله شوي تاعكم هكذا به النار تجي تحت الطماطم. ثم ريحه الذبال، هذا الطماطم قسمه الذبال شويه برك باه ما يجيش الحشو تاعنا ناشف. هذا الطماطم تزيد لها في البنه وما تخليش الحشو تاعكم يجي ناشف. انا ما نحبش الحشو اللي يجي ناشف، لازم تكون فيه هذيك شويه لاصوص هذيك البنينه. ومن بعد ما تذبل هذيك الطماطم شوفوا نعاود نخلط الخليط كامل مع بعضه بهذا الشكل. يعني هذا الحشو جاء بنين روعة. وشوفوا حبيباتي ها المطلوب تاعنا بعد ما كان طاب وجد، تقدروا هذوك الحواشي تزيدوا تحوشوهم. وهذيك الدجاج تاعنا قليت شويه تاع بطاطا، مايونيز كنت خدمتها في الدار، كنت نخلي لكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف في يا ربي دقيقه ناجحه الوصفه يعني 100%. دوك نخليها لكم شوفوها دقيقه الاخرى توجدوها. هذا المايونيز انا واحده من الناس ما نستغناش عليها، ناجحه 100%. نحلو هذاك الخبز تاعنا، شوفوا كيفاش يجي خفيف ريشه. ندير هكذا كميه مايونيز، شويه هريسه، شويه تاع بطاطا. بالنسبه حبوباتي هنا زيدوا نقصوا واش حبيتوا، تقدروا تزيدوا فرماج، تقدروا تزيدوا سلطه، تقدروا تزيدوا واش حبيتوا، واش متوفر عندكم، واش ياكلوا افراد العائله تاعكم. انا كنت درت هكذا برك حاجه خفيفه. زدت شويه من هذاك الدجاج، نزيدوا هكذا شويه اللي عندها فرماج هنا تزيد شويه فرماج هكذا وتعلقوا عليه ويكون ساندويش تاعنا يعني واجد حاجه سهله خفيفه. والفايده انها بنينه. شوفوا هنا كنت قسمت لكم هكذا كيما راكم تشوفوا. شهيتكم في الجنه حبوباتي. اللي وصلت هنا نقول لك حبيبتي روحي ذك ديري لي جيم، خلي لي رايك في التعليقات هكذا به يعني تطلع لا فيديو تاعنا اكثر واكثر. وهكذا يعني جوزوهم مع شربة مع السوف مع وش نقولكم بنة روعة. وثاني وحدهم تقدروا يعني يكونوا كافيين. وهذا هو حبوباتي الفيديو تاعنا تالي، ان شاء الله يكون عجبكم ولا رضاكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوليش الجيم والكومنتير. سلام.